هنا تعاتبتوا ربما من قبل البعض انكم ربما ما مشيتوش باش تضروا مع الضحيه، وهذا الدور ديال الفنانين في بعض المجتمعات اللي كيأزروا هاد الناس اللي كيكونوا محظوظين. ثم السؤال الثاني حتى السي طهور هو ان شفنا مؤخرا واحد الستيل جديد في الاغنيه المغربيه الشعبيه، عطيني صاكي حكيني في مجموعه ديال الامور. ثم كيفاش كتشوفوا هذا التطور هذا؟ واش نتوما بامكانكم ان واحد النهار غتنساقوا مع هذه الموجه وغتغي تقدروا تدخلوا مع الجره شي حاجه بحال هكا باش انكم نتوما تدخلوا في لعبه اكتساح السوق؟ شكرا. وحنا ما يمكنش نواكبوا هذه الموجه هذه، لاننا حنا تعطينا باش نديو اغنيه تكون شعبيه اللي هي تكون محترمه، ماشي تكون ما نقدروش نتوشيو بها بزاف ديال الحوايج نقلبوا على البوز. حنا كنقلبوا على شي حاجه اللي تبقى نعطيو امثال عبدالي بالخياط، امثال عبدو الدكالي، يعني شي اغنيه اللي تبقى خالده، يعني الناس كاملين تبقى عزيزه عليهم، ماشي نركبوا هذه الموجه اللي اليوم بوم وغدا سادات. بالنسبه لي انا كيف كنشوف الاغنيه ما نقدرش نعاتب على اي فنان، لانه كل انسان يتحمل مسؤوليته في شي حاجه اللي هو تيأديها. انا النهار الاول اتجهت للاغنيه المغربيه، اتجهت لها بكلمه طيبه اللي تيسمع الاب والابناء ديالو بكل ويقدر يسمعها هو انسان عادي. فكان الاتجاه ديالي دائما الاعراس، وحنا كيف تنعرفوا في الاعراس فيهم الا الاغنيه المغربيه، كل من الاعراس فيهم الاغاني تنقلدوهم، يعني قليل فاش تغني شي حاجه اللي هي ديالك. يعني انت تبدا راه كاينه المدحه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، كاينين دورات العروسه، يعني بقيت غادي بهذاك الطريق. فما عمر طور غادي تسمعوه في شي اغنيه اللي هو غادي تكون فيها ربح او شي حاجه بحال هذا الاتجاه. فالاتجاه ديالي انا ان شاء الله دابا مستقبلا انا واحد الانسان اللي بلغت 52 عام من العمر ديالي، وقريب نحبس المسيره الفنيه ديالي، قريب نحبسها ان شاء الله عن قريب، ولكن نبقى مع الجمهور ونبقى معاه في الاغنيه الدينيه. فتنصوب اغنيه بالمناسبه ديال رمضان غادي تكون خارجه ان شاء الله في اقرب وقت، اغنيه رمضان، ومن بعد ان شاء الله غادي يكونوا اغاني اللي هما دائما في الاتجاه ديال رمضان، لانه انا اب ديال 5 وليدات وخصني نعطيهم حقهم شويه ونعاود نشوفهم، لانه في عمر 52 عام 37 عام في الاحتراف ما شفتهمش ما شافونيش.